بقى لي فترة كبيرة أوي ما جِبتش كُتب خالص، من ساعة المعرض أو من قبل المعرض كمان وأنا ما باجيبش أي كُتب خالص، فتعالوا بقى أوريكم إن أنا جِبت كتابين، الكتابين دول كل واحد منهم أنا مستني عليه أكتر من سنة عشان أعرف أجيبه، لمّا جِبتهم كانوا الكتابين دول، وأنصحكم إن أنتم تجيبوهم من غير ما أقرأهم عشان هُم كده جامدين، فتعالوا بينا نشوف. الكتاب الأولاني هو كتاب دليل النجاة الفردية للكاتب أحمد الوفا، والكتاب دوّة بصراحة كان مترشح لي من وأنا في سنة رابعة من دكتورة عندي في الكلية، ومن حد من صحابي قرأه وقال إن هو حلو جدًا وكان اقترح إن أنا أقرأه. وبرضه الدكتورة اقترحت إن أنا أقرأه لشخصيتي أنا يعني هيعجبني، فأخيرًا جبناه. الكتاب التاني بقى هو كتاب كنت أنا ساعتها في ديوان، كان في حفلة في ديوان معيّنة كده ورُحنا وشُفت الكتاب دوّة من حوالي سنة وحطيته في دماغي إن أنا عايز أشتريه. كنت عايز أشتريه في المعرض وما عرفتش أشتريه في المعرض لإن أنا ما كانش معايا فلوس، ودلوقتي أخيرًا اشتريته، وهو كتاب كيب ثورن الثقوب السوداء وتمدد الزمن. وأنا عايز أوريكم حاجة بس عشان إيه، إحنا مش عاملين مقارنة دلوقتي، نجيب الكتاب التاني، بُصّوا فرق الحجم. أنا مبسوط بيه جدًا، يعني أنا كده مبسوط وأنا باجيبه، بس لمّا شُفت الحجم بعد ما وصلني، أنا مبسوط أوي، لإن الكتاب ده كده هيقعد معايا إيه، شهر والّا حاجة أقعد أقرأ فيه، وبجد فيه من جوّه حوالي 15 مش عارف والّا 16 فصل، ده كنز يا جماعة. وطبعًا دوّة مكتوب عليه إن هو الطبعة ال16 عشان في ناس بتقرأه، ده مش مكتوب عليه الطبعة أصلًا، ده غالبًا النسخة الوحيدة اللي اتعملت اللي أنا اشتريتها وبس كده. فأنا مبسوط بالكتاب ده جدًا، و استنوا بقى فيديوهات كتير أوي عن الثقوب السوداء والحاجات الجميلة اللي أنتم ما بتفهموهاش دي.